اولا ان الزمالك في الايام القليله الماضيه بدأ بالفعل التحرك من خلال عضو مجلس اداره نادي الزمالك الاستاذ احمد مرتضى منصور من اجل التفاوض مع مديرين فنيين اجانب لخلافه اوجوستو ايناسيو. ده خلال الايام اللي فاتت، والنهارده كمان بدأ يبقى فيه كلام مع وكلاء المدربين ووكلاء اللاعبين عشان البحث عن سير ذاتيه للمديرين الفنيين الاجانب تمهيدا للتعاقد مع مدير فني اجنبي اذا قرر مجلس اداره الزمالك رحيل اوجوستو ايناسيو. ده سيناريو اول هيكون ناتج عن عدم نجاح السيناريو الاول او الثاني بقى اللي انا هقوله لكم دلوقتي. ايه هو السيناريو الثاني؟ ان الكابتن حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي لا يقبل اداره الزمالك فنيا في المرحله المقبله. بالفعل حصل تواصل ما بين امير مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك والخارج عن مجلس اداره، مش موجود في مجلس اداره لكنه نجل رئيس الزمالك، وعرض على الكابتن حسام حسن انه يتولى اداره الزمالك فنيا مقابل 500,000 جنيه في الشهر في المرحله المقبله ليتولى خلافه اوجوستو ايناسيو اللي كان موجود في الصوره من ثواني قليله. الرد لسه لم يصل، ولكنه قال له ان في بند في التعاقد هيتيح ليك انك تفسخ التعاقد اذا حدث تدخل من مجلس اداره نادي الزمالك في اختصاصاتك الفنيه اللي كان بيتكلم عنها الكابتن محمد فاروق دلوقتي. لو حصل اي تدخل في شؤونك كمدير فني يا كابتن حسام حسن امشي، وتعاقدنا معاك هيسمح بانك تاخد 500,000 جنيه في الشهر. هل الرد وصل؟ لم يصل الرد حاليا. هل الكابتن حسام حسن هيوافق ويسيب المصري البورسعيدي مع ارتباطه هو بهذا الفريق وبالجمهور؟ ده هيبان خلال المرحله المقبله. رايكم وتعليق الكابتن محمد فاروق بعد الفاصل في اكسترا تايم لقياده الزمالك وعن البحث عن مديرين فنيين اجانب اذا لم يوافق حسام حسن على قياده الفريق الابيض. كابتن فاروق، نمسك الاول الجزء الخاص بالكابتن حسام حسن. هل يقبل حسام حسن بتولي قياده الزمالك من جديد؟ والله بص، انا يعني اعرف كابتن حسام حسن، يعني سواء بقى كنا لاعبين او حتى كمدير فني كنت انا لسه بلعب، وكابتن حسام موجود في القياده الفنيه لفريق الاتصالات. كابتن حسام حسن من طبعا بعيد عن ان هو تاريخ كبير في كره القدم المصريه، ولكن هو كمان عايز يحقق نفس تاريخ في التدريب. كابتن حسام يمكن كان له تجارب مع نادي الزمالك، وقد ايه كانت تعتبر تجارب جيده بالنسبه لمدير فني، لكن غير جيده وهو ماشي. هي دي النقطه اللي ممكن كابتن حسام حسن يفكر فيها قبله، طريقه مشيه يعني طريقه مشيه من نادي الزمالك قبل دخوله لنادي الزمالك. اللي انا عايز اقوله لك حته العقد والشروط، ان هو سيبك من 500,000 جنيه والفلوس، ما اعتقدش ان كابتن حسام ممكن يفكر فيها بشكل كبير، اكتر ما هو جزئيه انه يشتغل بشكل مميز وشكل جيد، ويبقى حريه التفكير وحريه الراي تبقى موجوده، لانها مش هتبطل في نادي الزمالك. حريه عدم التدخل وعدم التدخل في الشؤون الفنيه مش هتفضل موجوده في نادي الزمالك اعتقد بالشكل اللي انا شايفه في الفتره ليه بقى؟ مهما كان في بنود او وعود، بس هي يعني مستشار مرتضى منصور يعني حسب يعني التجارب اللي فاتت، وزي ما بقول لك الموضوع حساس بالنسبه لي شويه، ولكن انت برضه بتتابع من بعيد خلال الواقع اللي قدامك. لا هو الدنيا بالنسبه له كده، حتى يعني خلي بالك معرض اي فريق يحصل ان هو هزايم يحصل مشاكل، لكن التدخل لما تيجي، انا مش عايز اعمل المقارنه، ولكن التدخل في الجزء الفني في نادي الزمالك كان زياده قوي قوي قوي، وده اثر بشكل كبير في تغيير المدربين اللي كان مستمر، وده اثر على نادي الزمالك. وانا بمنتهى الامانه انا اعرف ناس صحابي ليا، صحابي زملكاويه كتير، تخوفهم ان نادي الزمالك في يوم من الايام يبقى يندثر زي انديه اخرى قبل كده، زي الترسانه والترام ده في ظل نتائج عماله تتدهور بشكل كبير. هم متخوفين، بتقول اصدقائك الزملكاويه، انت شايف ان ده ممكن يحصل في حاله استمرار النتائج كما هي حاليا؟ احنا شفنا ان يندثر الزمالك. احنا شفنا انديه كبيره كانت موجوده وكانت بتنافس الزمالك، بتنافس الاهلي، يعني زي ما بقول لك مثال الترسانه، الاولمبي، الترام زمان. انت بتتكلم في انديه كانت موجوده في التوقيت ده قويه جدا، ولكن انت بتتكلم فعلا قمتين، ولكن في ظل المشاكل او في ظل النتائج الغير مستمره او النتائج مستمره سيئه، اعتقد ان الامور ممكن تندثر في وقت من الوقت. لكن اندثار ده اعتقد ما ينفعش يمشي على الوضع الحالي فيما يخص النتائج، وان كانت متراجعه والاداء متراجع مع فريق لسه واخد السوبر مثلا من 3 اشهر، وقبلها كان واخد كأس مصر 4 سنوات متتاليه. صحيح. واخد بطولة الدوري من سنتين. انا بقول لك بدايه. فالاندثار شايف ان حاليا في بدايه اندثار؟ انا بكلمك في بدايه. ما هو خلي بالك هي زي ما قلت لك، يعني هي منظومه من فوق لتحت بيكملوا بعض. انت عندك مشاكل بقالك 3 سنين، انت خدت دوري
كان بقالك فتره فعلا ما خدتش، لكن خدت دوري كان المفروض تكمل. عدم التكمله دي بعتقد ليها اسبابها. اسبابها دي واضح ان يوم عن يوم انت الموضوع بيزداد سوءا بالنسبه لنتائج نادي الزمالك. وزي ما بقول لك حتى الموضوع وصل لشخصيه اللاعبين اللي موجوده، اللي هي ما بقتش عارف اللي هو انا نادي الزمالك بلعب في نادي كبير، ما ينفعش ان انا اخسر كل ماتش والموضوع يبقى عادي واخسر اللي بعديه واتعادل اللي بعديه. لكن التاريخ بيقول لنا ان الزمالك ممكن فتره بياخد فيها 5 6 بطولات، بعدها بيقعد فتره طويله في فتره صراعات قبل ما يرجع. ما حصلش اندثار في يوم من الايام، لكن ايه الجديد اللي يخليك تقول ان ممكن الزمالك يحصل له اختفاء؟ شكل الاداره نفسها نفسه، انت فاهم. انا على طول حاسس ان في مشاكل. خلي بالك في كمان نقطه بص كده عليها في نادي الزمالك. في الجمعيه العموميه الجايه نادي الزمالك مين ممكن تكون وجه ممكن يقدر يقود نادي الزمالك؟ احنا شفنا قامات قبل كده، لو المستشار مرتضى منصور مين غيره؟ مفيش. المرشح المحتمل حاليا كابتن احمد سليمان شايف ان هو غير قادر على المواجهه؟ يعني انا ما اقدرش الجمعيه العموميه اللي تقول حاجه زي كده، لكن انت كنت بتبص للدكتور كمال درويش، كنت بتبص للاستاذ جلال ابراهيم، يعني برضو كانت قامات موجوده. الوضع بقى دلوقتي مختلف، عندك كذا وجه. اما الان فما فيش غير وجه واحد. انت فاهم قصدي ولا لا؟ فالجزء اللي كان بيلعب معاك في الماتش من اسبوعين الكابتن حازم امام، باعتبار انه مطلب جماهيري ان في يوم من الايام يبقى رئيس الزمالك، شايف ان ده ممكن يتحقق؟ في التوقيت الحالي كرئيس نادي الزمالك اعتقد هيبقى صعب. يعني اعتقد كابتن حازم فاهم كويس جدا زي كده، لكن يبقى موجود في عضويه مجلس اداره، موجود كاسم مؤثر وفعال داخل نادي الزمالك، ممكن بشكل ما. مش شرط كمان يبقى جوه النادي، ولكن اهم حاجه يبقى الاجواء والجو العام والمناخ العام لنادي الزمالك يبقى هادي يقدر يشتغل فيها. بس هي النقطه انا زي ما بقول لك، انا بكلمك في التوقيت الحالي الموضوع بقى صعب. نادي الزمالك لازم يبقى تكاتف من اولاده بشكل كبير. ليك خصام بقى، متخاصم مع مين، متضايق مع مين، التكاتف نفسه لازم يبقى موجود وبسرعه، لان النتائج بتتراجع. انت فاهم. بغض النظر النهارده على فكره نادي الزمالك ادى اداء كويس النهارده، ولكن دايما الجماهير بتطالب بنتائج. عمر ما الشكل الفني والاداء الفني بيفتكروا الجماهير، بتفتكر دايما النتيجه. عشان كده النادي الاهلي دايما بيكسب وتركيزه الاول هو المكسب، لكن الاداء ممكن بيتحسن مع او النتيجه تتحسن مع الاداء. طيب هسألك عن شيكابالا، ومن شيكابالا هروح للاهلي. شيكابالا النهارده بعد سلسله من الاقاويل والاحاديث عن احتماليه رحيله الى وادي دجله في الايام المقبله، وان مين اللي عايزه يمشي، هل هو اللي عايز يمشي ولا رئيس الزمالك اللي عايز يمشي، وهو بيقول انه هو اللي عايز يمشي يعني، وهكذا من تصريحات. النهارده بيسجل هدفا رائعا وهو خارج مستبدلا بيرفع ايده في السماء وبيوجه كده كلامه لربه، انه يعني بيعبر عن الظلم ربما اللي بيتعرض ليها، او ان في عدل هو دلوقتي تعرض ليه بانه سجل هدف التقدم للزمالك. شايف موقف شيكابالا الفتره اللي جايه ايه؟ هل يمشي ولا ما يمشيش؟ طب خلينا نتكلم على شيكابالا كلاعب. طبعا لعيب من اللعيبه المميزه في تاريخ الكره المصريه، وهو من يعني جمهور نادي الزمالك بيعشق شيكابالا، ولكن في الفتره اللي كان محتاج نادي الزمالك فيها شيكابالا ان هو يديله بشكل كبير، اعتقد كان شيكابالا بعيد عن مستواه. التوقيت الحالي شيكابالا موجود بشكل اساسي، بيلعب بشكل اساسي. انا مش شايف ايه الظلم اللي ممكن بيكون بيتعرض له شيكابالا. نادي الزمالك ونادي الاهلي عايز اقول لك ما بيقفوش على لعيب. فسواء بقى مين هو اسمه مين هو، العجله دايره وماشيه بشكل كبير، وانت عارف لعيب يجي مكان لعيب ما فيش مشكله خالص حتى لو ساءت النتائج. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ نادي الزمالك نتائجه سيئه حتى لو شيكابالا مش موجود. تمام. النهارده طبعا شيكابالا قال الصحفيون المتواجدون هناك ان هو اللي كان طلب التغيير حتى قبل الهدف اللي يسجله، وان تغييره بناء على طلب منه ان هو يخرج، وبعدها سجل هدف وخرج مستبدلا بطارق حامد في الدقيقه 70 من زمن اللقاء. تعالوا نفكركم باهم نتائج البطوله العربيه اللي اتلعب منها يومين، وبكره اليوم الثالث وختام الجوله الاولى من هذه البطوله، او من دور المجموعات للمجموعات الثلاث. اتلعبت بالامس البطوله مباراتان. النصر السعودي النهارده تعادل مع العهد اللبناني في المجموعه الثانيه، وفي نفس المجموعه ايضا مجموعه التعادلات الزمالك تعادل ايجابيا مع الفتح الرباطي المغربي. مجموعه قويه على فكره. النهارده اداء النصر والعهد كله. يقول ان المجموعه قويه. بص العهد شخصيا فاجئني. العهد اللبناني هو بطل الدوري هناك، وكان تقريبا السنه اللي فاتت في بطوله اسيا تقريبا الوصيف تقريبا حاجه زي كده على حسب معلوماتي. لكن الكره اللبنانيه بتتقدم بشكل كبير. النصر كان جايب الفريق الكامل بتاعه. طبعا الفتح الرباطي معروف ان هو السهلاوي كان بيلعب، الشهري هو اللي سجل هدف التقدم. لا فبالتالي لا مجموعه قويه. انت عندك لسه كمان بكره مجموعه الهلال السعودي والمريخ السوداني والترجي والنفط العراقي. فبالتالي انت بطوله قويه. كمان مجموعه النادي الاهلي مجموعه دلوقتي فيها تشابه كمان. بالظبط. نفكر بمجموعه الاهلي. امبارح كانت مباراه البدايه في البطوله. النصر حسين داي الجزائري فاز بسهوله
برجوله على الوحده الاماراتي. ربما يعني اضعف فريق في الثمانيه اللي لعبوا لحد دلوقتي هو الوحده الاماراتي فيما يخص الاداء. انا اتفرجت على المباراه، اعتقد ان الوحده ما كانش واخدها بالجديه اللازمه في هذه المباراه. نصر حسين ده احنا عارفين الكره الجزائريه كره مميزه جدا، عندها حته الروح والشكل الخططي كان مميز جدا. هم استغلوا اخطاء دفاعيه موجوده في الوحده واحرزوا هدفين وكانوا يستحقوا الصراحه المباراه. وخسر الاهلي من الفيصلي الاردني رغم الاستحواذ والسيطره في الشوط الاول واغلب فترات الشوط الثاني بهدف دون مقابل. خسر الفريق الاحمر في مباراه اولى يخسرها هذا الموسم داخل الاراضي المصريه في البطوله العربيه بتشكيله من غير الاساسيين. بكره عندنا نفط الوسط العراقي مع الترجي التونسي، وعندنا بعد كده لقاء المريخ السوداني مع الهلال السعودي. طبعا بنبارك للكره السودانيه عوده النشاط الرياضي من جديد بعد التجميد لاسبوعين تقريبا. خساره الاهلي ايه اسبابها كابتن فاروق؟ هل ان اللاعبين الاساسيين مش هم اللي بيلعبوا ولا غياب المدير الفني حسام لا، التجربه بتقول ان النادي الاهلي بيكسب باي لعيب. 30 لعيب الموجود، لو انت قلت الاسامي اللي احنا كنا تشكيلت امبارح بدايه من الشناوي حتى عمرو جمال، اسامي لو اخترت من منتخب مصر هتختارهم كلهم. فبالتالي هو عدم الاهتمام بهذه المباراه، ان انت الاسترخاء ان انت هتنازل تكسب الفيصلي الاردني، وده طبعا في الكوره